صباح الحب والسلام على أهل الحب والسلام. زي ما أنا معودكم دايما حبايبي الحلوين اللي بتسمعوني، بشارككم دايما أي فكرة تخطر على بالي، أي مقالة قرأتها في كتاب، أي جملة جميلة ممكن الواحد يستشف منها خبر حلو أو خبر مسيء، مش هتفرق. المهم إن هو يكتسب في نهاية الموضوع خبرة. شفطة شاي كده زي الناس العظماء أمثال الأستاذ نجيب محفوظ وطه حسين والناس الحلوة دي اللي عدت علينا في حياتنا. والنهاردة أنا عايز أشارك حضراتكم حكاية من الأدب الإنجليزي، هي حصلت فعلا يعني. بيرويها طبعا في نهاية الفيديو هقول لكم اسم صاحب القصة دي. هو واحد مشهور جدا زي توماس أديسون وزي جوزيف كارير وزي الناس اللي هم العظماء اللي أسروا حياتنا بالعلم والعلوم والمعرفة. الحكاية بيحكيها أخو هذا العالم أو هذا العلامة. بيقول كنا صغيرين خالص لما مامتنا اتطلقت من أبونا وأودعوها في مستشفى أو في مصحة، يعني كان راجل ظالم أبويا وبتاع، ودعها في مصحة. وأنا مع مرور الأيام والشهور والسنين نسيت أمي. خلاص ده أمر عادي وأمر طبيعي إن أنا أنسى ماما. وبابا اتجوز واحدة جديدة، مرات الأب دي اللي اتجوزها بابا كانت ست قاسية وست ظالمة. وكان ليه أخويا ده كان على فترات بيغيب عن البيت باليوم وباليومين، ولما كان بيرجع كان بابا بينزل فيه طحن. كنت فين أخويا ما يردش. يا ابني كنت فين ما في الواد ما عندوش أي رد. يقول له يا بابا أنا مش هرد، لو عايز تكمل ضرب كمل ضرب. وكان الأب فعلا هذا القاسي العتيه الظالم كان بيضرب في الواد لغاية لما ورم وشه. أخويا هو بقى الراجل بيحكي، هذا العلامة اللي أنا هقول لكم على اسمه في النهاية، العالم الجميل العظيم، بيحكي بيقول أنا كنت بستعجب أخويا بيتضرب ومش عايز يقول هو كان فين ليه. هو إيه المكان اللي هو كان فيه أخويا ده؟ وأبويا ليه بيضربه كل هذا الضرب؟ ومرات أبويا بتقف واقفة بعيد تضحك وفشخ أسنانها ليه. كبرت وكبر الموضوع ده مع أخويا، كان كل فترات يغيب باليوم وباليومين، يرجع كنت فين مرضاش يرد، بابا يضرب فيه ويفضل بابا يضرب فيه لغاية لما أخويا يغيب عن الوعي. ومرات أبويا نفس القصة، تضحك وتنشكح والحاجات دي. في يوم من الأيام أخويا غاب عن البيت 4 أيام متواصلة. ساعتها أبويا اتشحن شحنة كبيرة وعظيمة من الغل والغيظ من ناحية أخويا. وفضلت مرات أبويا تقول له لازم لما يرجع تعمل وتسوي فيه، لازم 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 لازم. ولما أخويا رجع بعد 4 أيام حصل زعيق وحصل صوت عالي وحصل كلام كتير. في نهاية هذا الكلام أنا شفت أخويا واقع على الأرض مدرج في دمائه، والدماء كلها مغطية الأرضية. ومرات أبويا من كتر الفرحة كادت أن تطير. هذا الولد بيحكي يعني. بعدها أبويا خدوه على السجن، ومرات أبويا استولت على البيت واستولت على الحياة اللي احنا فيها. وأنا مع مرور الأيام والسنين تنسيت أخويا وتنسيت أبويا. وفي يوم من الأيام وأنا قاعد في بيتي ببص على تحت المخدة لقيت ورقة. مسكت هذه الورقة وقرأت فيها رسالة من أخويا بيقول لي فيها: أمك في المصحة تحتاج إلى أحدنا. هي من كتر ما اتعمت وكتر ما فقدت بصر فقدت النطق، مش هتفرق احنا مين فيها، وإياك تقول لها إنه حد فينا راح. كانت هذه الرسالة أكثر ألما وأكثر إيلاما على وقعي. من بعدها كرهت الدنيا وكرهت العالم وكرهت الناس وكرهت كل شيء. هذا الرجل اللي بيحكي هو جوزيف كيز سانتافينوس كارير. أصبح واحد من أعجب علماء العصر. صنع التكييف، صنع المروحة، صنع الهواية، صنع الميكروويف.
أصبح من أغنى أغنياء عصره، ولكن هذه الرسالة أصبحت في درج مكتبه إلى أن وافته المنية. كان يحتقر نفسه، كان يمني نفسه دائما بالعذاب والألم، كان دائما ما يقول لنفسه: أنا إنسان خسيس وضيع، فقدت أمي وفقدت أخي وفقدت أبي، ولكنني لم أتوجع ولم أتألم ولم أشعر بأي ألم ولا بأي عذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.